السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش بقى على التأخير دوت. بصوا بقى، الوصفة دي جميلة جدا، ترند مكسر الدنيا. طبعا انا اول لما شفته فقلت لازم اجربه، وفعلا يستحق التجربة ويستاهل بصراحة. التجربة جميلة جدا. بصوا زي ما انتم ما شايفين، هشة كده وجميلة جدا ومورقة. بصوا انا حبيت اوريها لكم، ويا ريت تجربوها. بصراحة أنا كنت مترددة في التجربة بتاعتها، بس لما جربتها بسم الله ما شاء الله تحفة، والطعم كان جميل جدا. طبعا اسمها طاقية السلطان. العجينة ديت عجينة البريوش، طعمها حلو قوي قوي وهشة وجميلة. بصوا زي ما انتم ما شايفين، انا حابة بصي بفتح لكم كده من جوه، فشايفين العجينة هشة معانا وطرية، وكان الطعم بصراحة بسم الله ما شاء الله روعة. هنا كده كانت لسه خارجة من الفرن حالا. هنا معلقة سمنة صغيرة، وحطيت عليها معلقة عسل أبيض، وهندهن الوش بتاعها. طبعا على فكرة كانت لسه خارجة من الفرن حالا، وهنبدأ بقى ايه، نلمع الوش بتاعها بالسمنة والعسل الأبيض. في بيحطوا سمنة بس انا حبيت ان انا احط برضو معلقة عسل ابيض صغيرة، هو مش كتير يعني العسل زي ما انتم ما شفتوا كده. طبعا عايزة لايكات كتير حلوة كده منكم، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك وتدوس على كلمه الكل عشان يوصل لها كل جديد، ولايكات كتير وكومنتات حلوه كده من قلبكم. عايزه دعوه حلوه كده من قلبكم. طبعا يا ريت تجربوها، بصراحه تستحق التجربه، بالامانه تستحق التجربه، والطعم كان روعه. بصوا بقى، وغطوها كده بكيس نايلو، وارموا عليها كده الفوطه او باي غطا عندكم، مفيش مشكله. 10 دقايق بالظبط وهنفتح عليها. بصوا، طبعا بصوا والله يا جماعة جميلة جدا وهشة وجميلة جميلة جميلة وطرية. بص انا هنا بحاول ان انا اشيلها وانقلها بقى في الطبق. بص عشان نشيل ورق الزبدة، قلبتها طبعا في الصينية. طبعا هشيل بقى ايه ورق الزبدة معاكم، وهوريكم القعرية بتاعتها مستوية ازاي. على فكرة مش محروقة عشان تبقوا عارفين، مستوية وسواها حلو جدا جدا. طبعا حطيها في الرف الاوسط على درجة حرارة 200، ويكون الفرن عالية. تمام. طبعا بقى هنا هنقلبها بقى مع بعض وهنقطعها. بصوا روعة، قسما بالله يا جماعة روعة. لو جربتوها هتدمنوها، جميلة جدا جدا جدا. واللي حابة بقى تحشيها اي حاجة موجودة عندك متوفرة احشيها. انا حشيتها شوكولاتة خام وشوكولاتة بيضة، ما كانش عندي شوكولاتة قابلة للدهن، بس الشوكولاتة اللي انا حطيتها بصراحة كانت بتبز منها كده، وبسم الله ما شاء الله جميلة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم على الطريقة. هنا معانا نص كوباية لبن سخن، ونص كوباية مية سخنة. تمام. وهنا نص كوباية زيت. الطبق التاني دوت فيه يا جماعة 4 كوبايات دقيق الا ربع. هنا حطينا 4 معالق سكر زي ما انتم ما شايفين. بصوا دي كده رابع معلقة. وهنحط بقى ذرة ملح صغيرة، وهنحط معلقة خل حلوة. معلقة الخل ديت بتخلي العجينة بتاعتنا هشة جدا عشان تبقوا عارفين. وهنحط معلقة خميرة حلوة كبيرة كده زي ما انتم شايفين كده، دي خميرة فورية. حطيت معلقة كبيرة، وهنقلب بقى ايه المكونات دي كلها ببعضها. دي شوية فانيليا سايلة. وهنا معانا بيضاية واحدة، هنشيل الصفار وهناخد البياض. طبعا انا وانا بشيل الصفار بصوا، فروحت راجعة تاني وحاولت ان انا اشيل الصفار في كوباية. بصوا اتشال معايا بس حتة صغننة بس وقعت مني. طبعا مش هتشمي ريحة زفارة لان البياض ملهوش زفارة يا جماعة. وهنقلبها بقى كويس قوي. الخليط ده هنقلبه كويس جدا، وبعد ما تقلبيه هننزل بقى ايه بالدقيق شوية شوية ونقلب. طبعا يا جماعة انا عايزة لايكات كتير كتير، عشان اللايكات هي اللي بترفع الفيديو. واللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصل لها كل جديد، وشيروا الفيديو لحبايبكم.
بصوا احنا نزلنا هنا ايه بشوية من الدقيق وهنقلب. بعد ما هنقلب هننزل برضو بشوية تاني. بصوا، وبعدين بقى هنبدأ ايه عجني بقى بايدينا. بصوا هننزل بقية الدقيق وهبدأ اعجني بايدي. هي مش عايزة معلقة، يعني هي عايزة ايه بقى، عجني بايدك كده وتلم العجينة كلها على بعضها. طبعا وانت بتعجني لو حسيتي ان العجينة طلعت منك سايلة شوية، حطي شوية دقيق. طلعت مظبوطة ومحتاجة شوية مية، حطي شوية مية صغيرة. طبعا بصوا العجينة بتاعتي طلعت بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. طبعا هنقسمها ايه اتنين، يعني الاتنين هيكونوا مقاس بعض بالظبط عشان تبقوا عارفين. بصوا يعني عجيني زي ما بوريكي كده، انا عجنت قوي ازاي. بصوا شايفين العجينة ملمسها طري جدا. بصوا الاتنين زي بعض. هنحط دي في طبق ودي في طبق، وهنجيب بعد كده معلقة سمنة بلدي. طبعا انا ما سيحتش السمنة، انا خدتها وحطيتها على طول. بصوا، وهحط الناحية التانية معلقة برضو، وهنحط بقى ايه معلقة كاكاو خام. اللي حابة تحط معلقتين كاكاو تحط، بس انا حطيت معلقة واحدة بس يا جماعة زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا هقلب العجينة البيضة الاول. بصوا عشان السمنة جامدة شوية، فانا عمالة ايه اكسرها بايدي كده واضغط عليها قوي. هتحسوا بقى ان العجينة كده بتلزق معاكوا لما حطيت السمنة. لا اعجيني شوية هتلاقي العجينة برضو كلمت. بصوا بعد كده هنقلب بقى اللي هي الكاكاو. خلاص ديت خلاص كده قلبناه وهوريكم. بصوا الملمس بتاعها حلو قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. قسما بالله عجينة قطنية وجميلة جدا جدا بصراحة، وهشة وجميلة وتستاهل التجربة. طبعا بقى هنيجي ايه للي هي الكاكاو. بصوا انا بقى ايه بعمل السمنة الاول عشان ايه ما اعملش زي التانية. طبعا هتقعدي بقى ايه تعجني الكاكاو مع السمنة والعجينة. هتحسوا ان هي بصوا يعني ايه بقت سايبة. لا اعجيني، فضلي اعجني كده هتلاقيها لمت معاكي، وكل الكاكاو دوت هيلم دلوقتي. بس ايدك في العجن كده جامد هتلاقيها لمت معاكي بالظبط زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا هنركن بقى العجينة دي، هنسيبها تخمر لمدة ساعة. طبعا حطيها في فرن البوتاجاز، لا اما غطيها. انا غطيتها بكيس النايلون، وبعد ما غطيتها بكيس النايلون حطيت عليها مفرش تقيل، لان طبعا احنا في الشتاء فهتبقى صعوبة في التخمير بتاعها. بصوا هنا بقى كده كانت خمرت تمام. هنبدأ بقى الاول بالعجينة البيضة. طبعا رخامة المطبخ معانا نضيفة وزي الفل. هنحطها ولا هنحط دقيق تحتيها ولا فوقيها. وهنجيب بقى النشابة بتاعتنا. بصوا هتفردوا بقى من الجنب ده شوية والجنب ده شوية على قد ما تقدري افرديها. بصي بسم الله ما شاء الله بتتفرد معايا، يعني ما بتلمش. شايفين طبعا بتتفرد معايا ما بتلمش العجينة، ما بتلمش معايا زي ما انتم ما شايفين كده. افردوها زي ما انتم عايزين على قد ما تقدري افرديها، يبقى سمكها كده حلو يعني، ولا رقيق قوي ولا تخين قوي. بصوا انا فردتها، بصوا فردتها كتير جدا. هشيلها بقى احطها على صينيه، وبعد كده ايه هنجيب بقى الشوكولاته. طبعا بصوا بقى الشوكولاته طبعا ايه انا عماله افردها من كل جنب شويه. طبعا زي ما انتم شايفين كده مش صعبه ولا حاجه وسهله جدا، وطريقتها سهله جدا. ولو دقتيها قسما بالله لا هتجربيها على طول وهتعمليها باستمرار. وبالذات بقى لما تطلعها من الفرن كده هتلاقيها بقى ايه وتقطعيها وهي سخنه، هتلاقي الشوكولاته بقى بتبوظ منها كده. بصراحه جميله قوي. بصوا زي ما انتم ما شايفين طبعا العجينه اللي هي بالكاكاو طبعا اتفردت. بصوا انا حطيت بقى البيضه شويه وبفردها تاني. بصوا بعد ما بفردها هنجيب بقى اللي هي ايه الشوكولاته هنحطها فوقيها.
وهنحاول ان احنا نساوي دي قد دي. طبعا بقى ايه، ما تخافيش مش هتتقطع منك، يعني مطي فيها كده والزقيها على حرف الابيض. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا يعني مش محتاجة حاجة بصراحة، ولا صعبة ولا اي حاجة، يعني مش صعبة جدا يا جماعة، محدش يستصعبها. لو جربتوها بقى وكلتوها قسما بالله لا تدمنوها وهتعملوها على طول. بصوا طبعا بقى هنا الشوكولاتة ديت عندي خام. طبعا عندك مربى حطي، عندك شوكولاتة قابلة دهن حطي، بس انا ما عنديش، فانا حطيت شوكولاتة خام وشوكولاتة بيضة. طبعا هنبرم كده حتة زي ما انتم ما شايفين كده، وهنيجي بقى ايه نقطع بقى الحروف بتاعتنا لشرايط طويلة. بصوا بالسكينة كده وقطعوها كده زي ما انتم ما شايفين. طبعا عايزة لايكات كتير كتير كتير، وطبعا اللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصلها كل جديد، وشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم زي ما انتم ما شايفين. بصوا قطعوها كده العجينة لشرايط طويلة، عشان بعد ما نقطعها بقى لشرايط طويلة بقى نقعد ايه نلفها براحتنا. بصوا بقى امسكوها من فوق ومن تحت ولفي كده، وبعد كده روحي ايه ضغطة على الحرف بتاعها في الرخامة. تمام. بصي زي ما انتم ما شايفين كده هنبرم كل دوت، واديكوا شايفين سهلة ومش صعبة، والمقادير كلها موجودة عندنا في البيت بصراحة، وطعمها بقى مش قادرة اوصف لكم بصراحة. والله يا جماعة جميلة جدا، والله جميلة جدا جدا بصراحة وتستاهل. العجينة ديت تنسى يعني تنفع لكذا حاجة من المخبوزات. نفس العجينة دي تنفع لكذا حاجة من المخبوزات، يعني ممكن تعملي بيها باتيه، تعملي بيها باتيه بعسل، بيبقى تحفة قوي وهشة وجميلة قوي بصراحة يا جماعة. طبعا معلش انا اتأخرت عليكم عشان كان عندي دور برد شديد جدا، بس الحمد لله بقيت احسن، فحبيت بقى ايه اطلع لكم بالترند الجديد ده. وصفة جميلة جدا بصراحة. بصوا انا بثبتها ازاي في المطبخ. زي ما انتم شايفين كده بثبت الحرف بتاعها في الرخامة عشان خاطر ما تلفيش تاني وتفك، ومش هتاخد معاكم وقت خالص يا جماعة. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفة زي ما انتم شايفين. طبعا اهي ادينا خلصناها، هنيجي بقى ايه نبرم الباقي ده كله كده. بصوا شيلوا ما تخافوش. بصوا زي ما انتم شايفين. طبعا انا جبت بقى صينيه، بس الصينيه دي كانت كبيره فهجيب واحده غيرها. حطيت هنا في الصينيه ديت ورق زبده، وبعد كده ايه حطيتها هسيبها تخمر على فكره ساعه. هنا بقى معانا صفار البضايه، هنحط عليه شويه فانيليا وشويه خل صغيره عشان الزفاره. وعلى فكرة البيض الصفار دوت مفيش اي زفارة فيه، وحطينا شوية لبن، شوية الخل وشوية الفانيليا هيمنعوا لك الزفارة، ومش هتبقى ولا ريحتها زفرة ولا فيها زفارة بيض ولا اي حاجة. شايفين؟ طبعا خلاص بقى كانت خمرت برضو ساعة. بصوا حجمها زايد معايا. هندهن بقى الوش بتاعنا دوت، وهندخلها على درجة حرارة 200 في الرف الاوسط. كوني مولعة الفرن بقى قبل ايه وانتي بتحضري صفار البيض، عشان خاطر يبقى الفرن بتاعك يبقى سخن وحامي، وما تحطهاش على الصاجة من تحت، حطيها في الرف الاوسط. وبتاخد يا جماعة تسوية 35 دقيقة بالظبط. بعد 35 دقيقة هتطلعيها. طبعا ودي كانت وصفة اليوم بتاعنا زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا
انا بدهنها كويس وهندخلها بقى الفرن. خلاص كده تمام معانا. طبعا دي كانت وصفة اليوم، ويا رب وصفة اليوم تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.